السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا لاباس، صحتكم لاباس. صلوا على محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم جبت لكم تحلية راقية وسهلة بزاف بزاف. اول شي بسم الله، عندي كاس قهوة عادي ما فيهش سكر، عندي نص كاس شانتي، عندي نص كاس فلان او باكي تاع فلان، عندي حبة بنان، عندي زوج باكيات غاطو اي نوع تحبي، وعندي زوج حبات تشينا. نغلف المول تاعي بلاستيك غذائي. تحبي تستغني على هذه الخطوة استغني عليها عادي. نحط الجاتو تاعي في القهوة. انا قلت لكم القهوة عادي ما فيهاش سكر، تحبوا ديروا نيسكافي، تحبوا ديروا غازوز، تحبوا ديروا حليب، انتي واش حبيتي باه تشربي الجاتو تاعك. نكمل كامل الكمية تاع الجاتو اللي عندي، راح ندير زوج طبقات تاع جاتو وبعدها نرجع نشوف. عندي نص كاس شانتي، عندي نص كاس فلا ذوق شيكولا، عندي الماء يكون بارد. تحبي ديري الحليب، انا دالي ربع كاس ماء. تحبي ديري كاس كامل تاع شانتي ما ديريش الفلا. تحبي ديري اي ذوق عندك نطلعو. تحبي تضاعفي الكمية، نديرو الطبقة الاولى فوق الجاتو. راح نكرر نفس العملية الأولى، راح نديرو زوج طبقات تاع جاتو، بعدها راح نزيدو طبقة تاع كريم شانتي، بعدها راح نزيدو المرة الثالثة نديرو زوج طبقات تاع جاتو، ونرجعو نشوفو الوجه واش راح نديرو فيه. نديرو كاس تاع ماء، نديرو نص كاس او كاس غير ربع فلا، عندي فلا كراميل، راح نحطو على النار حتى يعقد. نذوب مليح الفلان في الماء. بعد ما يطيب لي الفلان، يعني بعد ما يعقد الفلان، راح نزيدو مغرف تاع زبدة، وراح نحرك ونطفي عليه النار ونخليه يبرد بجيه. راح نقطع الحبة تاع البنان باه نزين بها الوجه. كما قلت لكم عندكم كمية تاع بنان حطوا الوجه كامل بنان، عندكم اي نوع تاع فواكه حطوا. انا عندي حبة بنان، عندي زوج حبات تشينا او مندرينة، يعني ما تكلفيش روحك الحاجة اللي عندك ديريها. تحبي ديري هذه التحلية في كؤوس منفردة، تحبي ديريها في ديمول صار، تحبي ديريها في مول كاري. انا عندي هذا برك المول اللي عندي. تحبي ديريها ضعفي الكمية ديريها في مول كبير. راح نحط كما قلت لكم الفلان في الوجه، خليته برد شوية. بعدها راح نحطها في الكونجلي او الثلاجة، نحطها مدة ساعة حتى تشد روحها، يعني حتى تجمد مليح ونخرجوها.
بعد ما خرجتها من المجمد او من الثلاجة كما تحبين تحطيها، يعني حتى تشد روحها، راح تقطعيها وتقدميها وان شاء الله تجربوها. يعني كما قلت لكم تحلية سهلة وراقية، تصلح في المناسبات، تصلح للسهرات، تصلح تديها معك تعودي رايحة ضيفة. يعني بصحتكم ان شاء الله اللي جربتها. وش نقول لكم في الأخير، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.